ولا تركنوا إلى الدنيا فإنها دار زوال وفناء وفتنة وابتلاء، والآخرة هي دار الخلود والجزاء. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. معاشر المسلمين، الإيمان مصدر كرامة الإنسان، وأعظم نعمة أنعم الله بها على المؤمنين. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الإيمان شرط في قبول الطاعات وسبب لرفع الدرجات، وهو من أفضل وأعظم القربات. الإيمان وسيلة النجاة والأمان والسعادة والاطمئنان والفوز والنجاح والنصر والفلاح. الإيمان هو منبع السلوك والأخلاق والقيم، تظهر حقيقته في الهيئة والتصرف والسيرة، وكنهه كامن في القلب والسريرة. وحقيقة الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أيها الناس، إن من أصول الإيمان العظيمة وأركانه المهمة الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بيوم الحساب والجزاء، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. عباد الله، الإيمان باليوم الآخر يبعث على محاسبة النفس وصدق مراقبتها، وعلى تعهدها وتزكيتها، وعلى إيثار الآخرة دار القرار على الدنيا دار الغرور والبوار. فالآخرة هي دار البقاء، والدنيا هي دار الفناء، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فتجهزوا عباد الله للرحيل، واستعدوا للخطب الجليل، وتزودوا فإن السفر طويل، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عباد الله، الإيمان باليوم الآخر يبعث في النفس وازعا يستحضر الجزاء والحساب، فيبادر صاحبه إلى الإحسان والثواب، ويتقي بئس المصير والمآب. الإيمان باليوم الآخر يبعث في النفس زاجرا عن الظلم والفساد، فإن القصاص بالمرصاد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. الإيمان باليوم الآخر يقتضي الإيمان بالجزاء والحساب، وأن الجزاء من جنس العمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفرق بين من يؤمن بالله ولقائه وبأنه سيحاسب على كل عمل، وبين من لا يؤمن بيوم الحساب ولا بالجزاء. قال تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. أيها الناس، إذا أذن الله بخراب الدنيا اضطرب هذا العالم كله، فإذا الشمس كورت، والنجوم انكدرت، والسماء انفطرت وكشطت، والكواكب انتثرت، والجبال سيرت وصارت كالعهن المنفوش، والبحار سجرت وفجرت،
والأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. فالخطب جلل والهول عظيم. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عباد الله، وحين يأذن الله بخراب الدنيا يأمر بنفخة الفزع والصعق فتنتهي الحياة، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ولا تأتي نفخة الفزع إلا بغتة. قال تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ثم يأمر بنفخة البعث ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، فتتزلزل الأرض وتخرج أثقالها وتنثر ما في بطنها، فإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. عباد الله، ويجمع الله الأولين والآخرين حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فيساق الناس إلى أرض المحشر للعرض على الله والحساب. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قد عظم الهول والفزع واشتد الكرب والجزع وشاب الولدان ونصب الصراط ووضع الميزان وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وتطايرت صحف الأعمال لا تغادر صغيرة ولا كبيرة. فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. يطوي الله السماوات كطي السجل ويجعلها بيمينه والأراضين في قبضته الأخرى. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم يضع السماوات السبع على أسبع والأراضين السبع على أسبع ويهزون فيقول: أنا الملك. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. عباد الله، ومن هول الفزع الأكبر في ذلك اليوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وفي ذلك اليوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. فالقلوب واجفة والأبصار خاشعة والأحداث مفجعة والأهوال مفزعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة.
جعلنا الله من أصحاب اليمين وأمننا من أهوال الفزع مع المقربين الآمنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بفضله ونعمته، وأكرمنا بجوده ورحمته، ودبر أمره وصرف شأنه، وجعل الجزاء من جنس العمل بعدله وحكمته. أيها الناس، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حين يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنى الشمس من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، ويبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم، فيأتون آدم، فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا، فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وذكر كذباته، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى صلى الله عليه وسلم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، نفسي نفسي، اذهبوا إلى عيسى صلى الله عليه وسلم. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله وكلمت الناس في المهد، وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه، فاشفع لنا إلى ربك. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى صلى الله عليه وسلم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر له ذنبا، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد. فيأتون فيقولون: يا محمد أنت رسول الله
وخاتم الأنبياء، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله عليه ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصراء، متفق عليه. وبعد عباد الله، فإياكم والغفلة عن يوم الحساب والجزاء، إياكم ونسيان الموعد واللقاء، فمن ازداد استحضاره وشعوره بيوم الحساب والمعاد ازداد إيمانه وحذره فأكمل الاستعداد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم إليك اللجأ وعليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم أنت حسبنا ومولانا فلا تخزنا يوم القيامة، فلا تخزنا يوم القيامة. اجعلنا من أهل رحمتك ولطفك وارفق بنا وأمنا من الفزع الأكبر، واحشرنا في زمرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وارزقنا حبه وشفاعته، وأوردنا حوضه، واجعلنا من المقربين منه يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ هذه البلاد بحفظك واكلأها برعايتك. اللهم احفظ حدودها وانصر جنودها المرابطين يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى يا سميع الدعاء. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.